صديقي الشطرنجي، السلام عليكم. النهارده هحكي لكم قصه طريفه جدا عن بطل العالم الكسندر إليخين. وطبعا هنشوف جيم قوي جدا ليه وهو بيلاعب ايمانويل لاسكر. جدير بالذكر ان الكسندر إليخين رابع بطل عالم من سنه 1927 لحد سنه 1935. طبعا قبليه كان خوسيه راؤول كابابلانكا، وطبعا قبليهم ايمانويل لاسكر اللي هنشوف الجيم بتاعه، وقبليهم اول بطل عالم ويليام ستاينتز. القصة الطريفة هي عن قطة ألكسندر إليخين. أيوة، كان بيحب القطط بشكل غير عادي، لدرجة إن هو كان عنده قطة مسميها تشيس. يعني هو بيحب حاجتين في حياته بس، الشطرنج والقطة بتاعته تشيس. لدرجة إن هو في بعض المسابقات الرسمية كان بياخدها معاه بيلعب، وإيد على البوردة وإيد على القطة. الناس كانت بتقول إن هو بياخدها معاه المسابقات الرسمية عشان يأمل إن اللي بيلعبهم يكون عندهم نوع من أنواع الحساسية ضد القطط، فما بيكونوش مركزين كويس على البورد. ولكن طبعا ما أعتقدش إن ده السبب الرئيسي، لأن هو مش محتاج حاجة زي كده. طبعا هو لعيب وبطل عالم قوي جدا. هنشوف له جيم النهارده، بس قبل ما نخش في الجيم استأذنك نعمل اشتراك في القناة لو لسه ما عملناش. انا دكتور محمد شرف، ودي قناة الشطرنجيون. الكسندر إليخين بيلعب بالابيض، وايمانويل لاسكر بيلعب بالاسود. وإليخين يختار دي 4، يرد عليه لاسكر دي 5. وهنا إليخين يديله سي 4 كوينز جامبت، وانت كده قدام اختيارين: اما تاكسبت الجامبت ده، او يعني تقبله، او ديكلاين بتاعه اللي هو نرفضه. وهنا لاسكر اختار انه يلعب كوينز جامبت ديكلايند. لعيب سوليد محتاج ان هو يحافظ على الاستراكشر بتاع البونز بتاعته، وفي نفس الوقت يبني سنتر قوي. إليخين يلعب على طول نايت سي 3، وبعد كده نايت اف 6 من لاسكر، محضر طبعا ان هو يطلع البيشوب بتاعه، وبعد كده يعمل كاسلينج. نايت اف 3 من الكسندر إليخين يقابلها ديفلوبمنت للبيشوب في الاي 7. على طول الكسندر إليخين يطلع بالبيشوب جي 5، ضاغط على النايت، وفي نفس الوقت لو النايت مشي هيكسر هيعمل تبادل مع البيشوب ده، لان البيشوب ده يعتبر هو القطعة الاكتف حاليا للبلاك، لانه طبعا ماسك الدياجونال الخطير ده. وطبعا لما النايت يمشي هيكون الفيل اكتف بشكل كويس. اي 3 من الكسندر إليخين محضر ان هو يعمل ديفلوبمنت للبيشوب بتاعه، وفي نفس الوقت بيتقل عليها شويه نظرا ان هو مش عايز يخسر تيمبو. ليه؟ لان هو لو طلع بالبيشوب في الاي 2 او الدي 3، دي تيكس سي 4، وطبعا هيرجع ياكل تاني بالبيشوب، فده هيخسره وقت ونقل. مانويل لاسكر هنا يبيت، وبعد كده يجي الكسندر إليخين بالروك سي 1. مانويل لاسكر يعمل فتحه جانبيه بدفع بيدا السي 6، محضر لطلوع الوزير، ويعمل له اكتيفيشن ويلعب في جناح ويهجم في جناح الوزير. ولكن الكسندر إليخين يختار انه يطلع بالبيشوب anyway عشان يحضر ان هو يبيت ويبني هجمه، ما هو مش هيفضل مستني في مكانه. هنا ايمانويل لاسكر ياكل في السي، وبعد كده يرجع الكسندر إليخين ياكل في السي 4 بالبيشوب. ايمانويل لاسكر ينط بالنايت في الدي 5، ولكن دي مش افضل حاجه لانها طبعا فتحت المجال لتكسير البيشوب. بيشوب تيكس بيشوب، وهنا كوين تيكس، وده مش افضل حاجه. ليه؟ لان في بيشوب مقفول عليه، هيتطور امتى مش عارفين، وفي روك ان اكتف بالكامل. وهنا الكسندر إليخين ينط على طول بالنايت، محضر ان هو يبني هجمه زي ما هنشوف، وافكار زي عوجة البيشوب في الدي 3، وعمل باتري في المربع ده، ويضغط على ال H7 بوم. وهنا ايمانويل لاسكر يرجع بالنايت، عايز يكسر النايت ولكن مفيش تكسير نايت. النايت مهم جدا، فعشان كده الكسندر إليخين يرجع بيه في الجي 3. وهنا زقة الاي 5 مهمة جدا جدا، حلوة بصراحة من ايمانويل لاسكر. ليه؟ لان حضرتك لو كلت بون تيكس، نايت تيكس، نايت تيكس، كوين تيكس، اوت اوف نو وير، انت شغلت الفيل بتاعك خلاص، انت اكتفت، مشكله الان اكتف بيشوب عندك اتحلت. طبعا كوين لو مثلا سي الكوين راح سي 2، انت على طول بتحط البيشوب قدام البيشوب، والجيم بقى ايكوال تماما. طيب إليخين شايف الكلام ده طبعا وما دخلش فيه، هو قال لك انا هبيت وهسيب تنشن او هسيب توتر في السنتر زي ما احنا شايفين. لاسكر ياكل في الدي 4،
على طول الكسندر إليخن يقول له هات الوزير وهات البون. البون كده كده معايا، بس الوزير طبعا اهم. لاسكر يرجع بالكوين دي 8. الكسندر إليخن هنا ينقض على البون. ايمانويل لاسكر هنا يلعب نقله مهمه وهي نايت اي 5. فكره نايت اي 5 ان انا عامل بريشر على البيشوب، بس البيشوب ده طبعا اياك تفرط فيه لان هو باصص على الدياجونال الخطير. على طول البيشوب بيرجع ورا، ينقض البيشوب على النايت ونايت تيكس. كان الافضل هنا ان يحصل تكسير ان يحصل تكسير للوزراء ويخشوا اند جيم والجيم تعادلي جدا، ولكن ايمانويل لاسكر يأبى. وهنا لازم الكسندر إليخن يشوف فكرة الاتاك، الهجوم. هيبني هجوم ازاي؟ انا عايز اجيب الكوين بتاعي اما في الاف 4 او في الجي 3. طب وانا هعمل كده ازاي؟ على طول اشوف تارجت الاول. انا ممكن فكرتي ان انا اجي هنا، وده اللي بالفعل حصل في الجيم. اهجم الاول على النايت، النايت يمشي اروح اما اف 4 او الجي 3. فعلا النايت اتحرك، أأمن الأول بروك دي 1. فكرة روك دي 1 إن أنا لما أمشي بالكوين الروك بتاعتي تكون ماسكة الفايل، وبعد كده لما الروك تيجي زي ما قلت لك في الدي 8 برجع بالكوين ضاغط. كان في تحليله كمبيوتريه هنا بيقول لك ان انت ترجع بالكوين في الاف 4 بدل الجي 3. قال لك ليه؟ عشان لما تزق على النايت اسنتر النايت في الدي 6 وابدا اعمل فول كنترول على الدي فايل زي ما احنا هنشوف. يطلبك بتروح الاتش 4 عادي، وبعد كده يرجع مكانه دبل اب الروكس، وبتبدا تعمل فول كنترول على الدي فايل. وافكار طبعا عايز افكار زي التضحيه هنا. يعني مثلا سي لو الاسود لعب اي حاجه زي مثلا A5 يقابلها على طول الكوين يقرب خطوه. لو قال لك تعالى نكسر مع بعض على طول بياخد النايت في الاف 7 تاكل الكوين نايت تيكس الروك هانجد. ولكن ده ما حصلش في الجيم، هو رجع على طول كوين جي 3. لاسكر هنا مضطر انه يلعب الجي 6 هات النايت، بس النايت طبعا ما يتحركش لانه بيند، لان البون بيند. فيستغل الكسندر إليخن المعلومه دي ويروح كوين جي 5. هنا انا عايز اكل النايت بعد ما ايمانويل لاسكر يتحرك في الاتش 8. انا عايز دلوقتي اكل النايت، وهنا على طول النايت يشوف له تارجت يلعب عليه البون الاف 7 بون. لاسكر مضطر يرجع بالكينج يحمي الدنيا. وهنا تيجي لالكسندر إليخن فكره جميله جدا. اي 4 عايز اي 5 من وراها، وطبعا سواد. هيعمل ايه ايمانويل لاسكر؟ هيرجع بالنايت. قال لك انا عايز ازق على الكوين واحاول امشيه واهرب من الخطوره اللي مسببها لي. وهنا الكسندر إليخن يلعب روك دي 3 محضر طبعا لاتاك على الكينج سايد. هنا التفكير الطبيعي لاي شخص النورمال ان هو هيزق على الكوين ويبعده عن الكينج شويه لان في خطوره طبعا، وده اللي عمله ايمانويل لاسكر. ولكن حضرتك بتاخد كش مات في 5 نقلات. ازاي يا عم؟ الكسندر إليخن يلعب على طول النايت تشيك. هتروح فين؟ لازم تتحرك اجباري ان انت ترجع بالكينج فين؟ في الاتش 8. هنا تقدر توقف الفيديو وتحط نفسك مكان الكسندر إليخن وتلعب النقلة البوم، وهي كوين تيكس جي 6. وهنا وهنا ايمانويل لاسكر سلم. ولكن عايز اقول لك لو البون تيكس يقابلها على طول روك اتش 3 تشيك ميت. هنا النايت ينط حتى ما يعملش اي حاجه، على طول الروك تنقض على النايت بتشيك ميت. المربعات دي مقفوله، الجي 8 والجي 7. بصراحة جيم مميز جدا من الكسندر إليخن صديقي الشطرنجي. لهنا تخلص حلقتنا النهاردة، وأتمنى تكون نالت إعجابك، وأستأذنك نعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو، وأشوفك في حلقات جاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.